اليوم عندي كتير اشي احكي لكم اياها. واخيرا محتوى هيك صار الموضوع بيناتنا هلا، هيك صارت علاقتنا. حليان عن الستوري مشان فاجئكم. طمنوني عنكم اول اشي، قولوا لي كيفكم انتو، مناح لزوزين؟ كأنه مزبط شعره، مش مزبوط يا رورو، ظابطين من الله، فات من النوم هيك. حيو علوش. اذا حبيبك حمادات البس له احمر، المرة الجاية البس بينك. ايه بركي السبت عم نشوف حسب التوقيت يعني. ابو الحكم العظيم يعني، يوبرني ربك شو بحبك. شو سر نكشة شعرك؟ لك ذكرني اعطيك رقمي انت تصير فيه. انفك صغران، عملت عملية ستوها بتعرف، مش هيك كنت مختفي انا. بحسك متزوج من ورانا، متزوج عن تور ليكو عم بصفر لي. بس ولا سلام بحياة امك جيبي عن تور. ناطرين جديدك بإذن الله، قربت الدوالي كتير قربت. ليكي بشرفك حاط تليفون على الشرجر، بس فوتي عن طول لهون. يلا بكور بحيوا الأكابر كلها، وأنا على عيني 30,000 جميعا. سمعت انك بتحبني، مزبوط. طب تو احكي لكم، هلا عنا اغنية دوالي حتكون اخر غنية بالموسم تقريبا، بس ما تفل حتكون اول الشتوية، حتنزل هيك بنكون كفينا الالبوم تبعنا، وبنكون تخطينا فكرة انه اغنية واحدة، وصرنا عاملين يا ليل العين وصبرا وخدني وسميتك سما وبفتيكي ووين وما بعرف كتير كتار. سلم عنتور شو اعطيني نتشة، طب اعطيني نتشة. اوكي المهم معنا بعنتور بتحاقر، بس دلله مثل كل الناس اللي بعرفهم بحياتي. المهم فعنا بس ما تفل، والحمد لله كانت كل حفلاتنا يلي عملناها لحد هاي اللحظة ناجحة، خصوصا بين قوسين حفلة أعياد بيروت الأخيرة. كانت من أكبر الحفلات يلي صارت، وأجملهم بالنسبة لإلي. وهلا بعد في عنا حفلة واحدة بعتقد بلبنان قبل ما نسكر الموسم هون يعني. بعدين في هيك غياب صغير عن لبنان او عن المنطقة كلياتها، فبعد في حفلة بعتقد حتصير ببيروت قريبا، وبعدين حنختفي لنا فترة صغيرة نكون عملنا حفلات بتكفي المنطقة. شو شعوري وانت عملتيلي فولو؟ بحبكن جلدكم بعدلكن يا شوية حمادات. شو الأحمر، تكرم برهوم، تكرم. أبو الحكم منورنا باللايف، كبيرة هاي والله، كتير كبيرة، رايح طق يعني. سلم عض الله إذا بتنتج ناتشك عاملك عملوخية يا كلب.
بدك تصير على ملوخية؟ بدك تصير على ملوخية؟ عضيتني؟ الله يلعن امك. امك عنتورة وينه؟ تجي تربيك؟ بس عض. ماشي ماشي يا حقير، عيني عليك. نتشاوف، حاكيني نتشاوف. شوية عنتور. ايه المهم، فوين كنا؟ ايه عنا اعياد بيروت. نزل من يومين عنا ببونتا كانا، بس هي شوي بعيدة. قريبا امريكا، اوروبا كتير قريبا، المانيا، سوريا، مصر، ليبيا. هاي السنة مثل ما وعدكم باولها رح تكون مولعة. وبعدها شو بعدها؟ بس ايه عطشت لي سلسلة افكار الحقير. بس شو؟ ها سمعوك؟ شو؟ يا الله عنتو، يا الله مطيبو انا، يا الله مطيبو. اعطيني عضة، اعطيني عضة من الراس. انا ابدا مالي عنيف. ايه فان شاء الله دوالي قريبا، بس لانه وين فاجأتنا بسرعتها اذا بدكم بانتشرت بطريقة الحمد لله مثل ما كنا متوقعين واحسن. لهيك هدينا شوي على دوالي، بس منا كتير بعيدة، وباقي الحفلات جاي. وبس هي اخباري. انا خلصوا قاعد بالبيت ما عم بعمل شي، وبحس انه بعد موجة الحفلات هاي والاغاني يلي حتكسر الدنيا من هون للفترة الجاية. بعدين هيك بعتقد اني بختفي لي فترة، بحس انه انا بحاجة. بس مهم بحس يا اخي سماني ايه، بحس انه انا بحاجة اني اختفي لي فترة هيك لارجع اقرا وجمع افكار جديدة عن شو انت اللي شو عم بحكي لهم انه بدي جمع افكار جديدة عن الكلمات والالحان، وصار بدي مخزون ثقافي جديد. انت اللي شو ها شو بدي اختفي. انا حاسس انه انا حاطط بالبيت صوت الحمادات او صوت الضمير. انه شو بدك تختفي؟ ها شو بدي اختفي؟ يلا يا شوية عنتور. بس حنضل نتناقر انا وياك هيك في 31,000 بني ادم ناطرينك لتسكت لأعرف حاكيهم. ما بدي اسكت. ها شو لف الكاميرا عليه. ها شو بدي اشوفك انت عم تحكي. شو ها انتو انت صح ثقيل بس مهضوم. ثقيل بس مهضوم، يعني بتقطع رواق. اعطيني بوسه، اعطيني بوسه بس بلا جنان. اعطيني بوسه. خلصنا ما بدي بوسه، ما بدي بوسه. يلا بطلت، روح بعد عني. يلا حل عني. يلا ما بقى تقرب مني. حردت. وين التلف؟ المهم انتو شو جاي عبالكم؟ اقسم بالله بعملك ملوخية، بس ملوخية ببغاء. انتو شو جاي عبالكم بالفترة الجاية؟ يعني توالي ولا بس مع طفل اول مثلا؟ حسب، مهتم اسمع آراءكم.
اذا مكئبين خليني انزلكم بس ما تفل، هن الاثنين كئيبين بس انه حسب حب وحنان يا كيمو. بلشت اعصب، انا بلشت اعصب. شو سر كثافة دقنك؟ اللهم طولك يا روح ويا بال ويا دقن، بس هيك بدعي الصبح تطول دقني. ايه بالفترة الجاية معناتها مثل ما اتفقنا بس ما تفل، يعني بس ما تفل تخانقوا، يلا تخانقوا قدام العالم، افضحونا، يلا افضحونا، ورجوهم انه انتو جمهور زعران عم تخانقوا على غنية، يعضوا بعض. خراس انت خراس، خي اعرف حاكيهم بهدلهم، بيضلوا معلقين قدام العالم بيتخانقوا بين بعض. يلا انا حقرر الثانية دوالي وعلى الشتوية بس ما تفل عشان تعرفوا تتخانقوا قدام العالم. قلنا لكم بالجروبات نحن متفقين بين بعضكم تخانقوا. لا ما بعملكم كفين بس عيب تتخانقوا قدام العالم يعني. عيب، نحن متفقين على هذا الموضوع بس بعتذر. شو هلا حقول دوالي وبس ما تفل على الغنية اللي بيقول عليها شو هي بتنزل اول. انه الشامي كيف اخترت غنيتك؟ قال عنتور. شو سهل الحياة، عندي جمهور بيحبني، شو ما نزلت بيمشي الحال، يقبرني ربكم. ايه عنتور دوالي. ها اخترنا، شفتوا كيف؟ قلت له دوالي قال لي شو، انا ما دخلني. شو لا انتوا سمعتوا؟ اقسم بالله ما نكشته. انا كل ما بيجي بقول بدي بريك من الحفلات ومن كل شيء برجع بشتاق لكم قبل ما انتوا تشتاقوا لي. نلاقي حل، نلاقي حل ناخذ مسافة امان بين بعض لتدوم العلاقة، عشان تضلكم عم تشتاقوا لي. انا هيك اذا انتوا هلا انتوا دائما مشتاقين لي الحمد لله رب العالمين، بس حسيت هيك انه اذا انتوا بلشتوا تدللوا علي زيادة ترى بهيا. هاي تعرفوني انتوا صح ولا لا يا عنتور؟ شفتوا كيف؟ شهد انا بزعل، نفس الوقت ما بخليكم تشتاقوا لي كثير يعني. شدوا رخي شدوا رخي مو هلا شو، بس لما احكي شي بدي شهدك عليه. كم مرة متفقين؟ بس بدي شهدك، قول شو. الحمادات بجننوا ولا لا؟ الحمد لله قال شي، فكرت بغار منكم. هو بغار منكم يعني. اكتر اثنين بهتم فيهم بحياتي انا عنتور والحمادات. بس صراحة انا داخلي من الوحدة، بيت سياح نياح قاعد انا وعنتور. شو يا عنتور جيب لك ضرة؟ جيب لك ضرة ولا لا؟ ها بدي ضرة يعني جوزوني، خلصت. قال عنتور انا زي ما بوثق برأيه، هو عايش معي وبيعرف الطبخة كلياتها. انا حزين ولا مو حزين يا عنتور؟ عنتور عنتور بصراحة مش كتير حزين، لأنه أنا النمبر 1 على بيلبورد أرابيا. أنتوا خليتوني النمبر 1 على بيلبورد أرابيا، ولأنه أنا النمبر 1 مو هلا أنا كمان نمبر 1 بكتير بلاد الأنغامي.
وبعدني ترند 1 على اليوتيوب، وأصغر فنان بتاريخ الوطن العربي وبيلبورد أرابيا بفوت قائمة بيلبورد أرابيا. حفلاتنا عم تكسر الدنيا بكل مكان، وانتو جمهور بجنن، كل ما حدا بيحكي علي بتفتحوا حرطة. يوبرني ربكم شو بحبكم، يوبرني ربكم شو بحبكم. صح ولا لا؟ بحبون ولا ما بحبون يا عنتور؟ شرفك مهلا. بحبون ولا ما بحبون يا عنتور؟ يا حبيبي انت. ايه شفتوا؟ لا لا. الله يعدمني اياك وتضلك فاضحنا قدام العالم، هيك ضلك فاضحنا. بتقولها على المكان الغلط، وشو بتقولها بالمكان الغلط تقريبا؟ قول انا اسف ولا قول انا اسف، قول انا اسف، خليك تعضني. اي خلص ما تقول انا اسف ولا تعضني، انت زلمه صاير غير محترم. هلا بس نخلص حارمك من الخيار شهرين تغضلك على البزر يا حقير. هلا بتشوف. ايه شهرين بلا خيار وفليفله. يفضح عينه، بياكل فليفله اكتر ما باكل فليفله مع الفاصوليه بزيت. لا تسبه، بيتحسس. ايه حساس، يقبرني شو حساس عنتور. راحت الشمس تاركك بالليل برا مع البسس، خلي كل ميوت تحس ببدنك يا حقير. اشوف مين بده يحميك غيري من القطاط. شو طلعك لبرا؟ طلعك لبرا؟ شو عضوا بسامحك، عضوا بسامحك. يلا عض. صاير محترم، خلص صار محترم، ما بدي عض. ايه انتو شو اخباركم؟ حاسس اني مشتاق لكم انا، والله كثير مشتاق لكم. ايه بعرف انتو ما بينخاف عليكم. فوت بدي رد على حدا بلاقيكم رادين عني، وعن 10,000 حدا ممكن يرد عني كمان. كافيين وموفين تقبروني. ابطال ما في مثلكم، والله ما في مثلكم. انا اتحدى اذا في مثلكم بالدنيا. ويلا في حمادات وما صار وعي. هذا يوم كنت فاتح على الفيسبوك هيك، بكون عادة خلص سمعنا ولا بكون على مقلب على الفيسبوك، بلاقيلكم كل واحد سالخ قصة الشامي كيف طلع. واحد سالخ انه في انسان ماسوني طلع بالشامي قال هذا الزلمة لازم يسيطر على عقول البشر بالوطن العربي. شو عمل؟ مولني وسواني فنان. وانا شو صرت ماسوني. صح ولا لا يا عنتور؟ شفتوا كيف؟ ماسوني بحت. انا واضحة، ما بدها اثنين يحكوا فيها يعني، باينة ماسوني يعني. كيف بيطلع هيك اصغر فنان بياخذ بيلبورد ارابيا وبيحتل اليوتيوب ترند يعني؟ اكيد ماسوني. شفت لكم قصة تانية، قال في واحد كمان قرر يمول الشامي كمان ليسيطر على عقول البشر، بس بطريقة تانية يعني هيك بدون ما يحسوا. هذاك كان عم بيقول واضحة، هذاك عم بيقول بس بطريقة مو واضحة. هو ماسوني بس مو واضحة. بصراحة أنا بأيد إنه مو واضحة أكتر، مو باين علي، لأنه يعني كمان بدها اثنين يحكوا فيها. هذا شكل بني آدم ماسوني طيب يا جماعة، مو باينة شي يا عنتور. شفتوا كيف؟ مو باينة. اوعى تسرب دوالي. اي والله هلا انتبهت. اوعى تحكي، خليك على الشو لها. اوعى تسرب دوالي، خلينا بالسليم واصحاب، عشان ما نيمك برا واحرمك من الخيار شهرين. المهم شو كمان كنت عم بسمع قصص عن حياتي هيك غريبة عجيبة. شو سمعت قصص غريبة بس عم حاكيكم، عم بتذكر. ايه نزلت مقولة من يومين، دستويفسكي بعتقد.
شاهد الشامي يرد على المنتقدين ويقول: أنا سارقة من دوستويفسكي. مش سارقة، حاطط الزلمة إنه هو اللي حاكي هيك، أنا ما دخلني، أنا فنان وليس فيلسوف. شوي يتفلسف بس فنان، ما دخلني بالباقي. او بلاقي واحد شاري ميكروفون ب$5 ونازل على الطريق: انت بتحبي الشامي ولا مدري مين؟ يقولني شو مهضوم، انت كتير بتضحك. انه شاهد انه احنا عم نشوف جمهور الشامي. بيك مش واحد بالطريق مثلا عمره صغير هيك شوي 2000 وما بعرف 5 6، الحمد لله رب العالمين محبيني من كل الاعمار. بلاقي كمجة بالطريق: بتحبي الشامي؟ الولد بيقول له: ايه، لانه بيحب الشامي. يقبرني ربه، يقبرني ربه، لك يقبرني ربه اذا هو وشاب بحب الشامي هيك شاب صغير اول طلعته. الشامي لا عليه خبر عاطل، الشامي لا بيتدخل بشي، الشامي لا بيخبص على السوشيال ميديا، الشامي زي ما بيكتب بيلحن بينزل اغاني وخلص ليس له. شاهد جمهور الشامي 2005. كلا كتير ذكي انت، ولا منين ورتان الذكاء؟ لك يخرب بيتك، بيبهروني يعني، يبهروني عيونك يا عيوني، بيبهروني إلامك، بحكيكي موسيقى يا دقيقة كأنها بهار قدامك، عرفت؟ تشتهي تغني له للزلمة، ولا لك رافع راس بلدك انت وعم تنتقد ابن بلدك. عم بلاقي كمان واحد منهم سالخني التعليق، بلاقي من المحبين والناس اللي كتير بحبهم انا، مصري مثلا، علق له انه رد عليه. بعتز انه جمعنا بكل الجنسيات على قضية وعلى فكر واحد، هذا شيء كتير بعز علي. بعدين تعالوا هون انت وياه، ولا تعالوا هون 2005 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. تعرف مواليد 2005 انه صار رجال وبيتجوز وفاتح بيت، وانت قاعد على الفيسبوك عم تلتهي بابن بلدك عم تحكي عليه؟ لك يخرب بيتك محالك ما بتستحي. 2005 انا ببصم لك بالعشرة انه قادر الزلمه يفتح بيت هلا وعم يشتغل وعم يعمل شيء لحياته. انت اللي مالك 2005 شو عم تعمل؟ انت شو كده؟ بعدين تعال هون نحن جيل الالفينات، مو جيل اللي كنا قاعدين نشوف فنان فوت على الحمام بيطلع من الحمام مدري شو عم يعمل على التي في. بنفلت عصبت، لازم اهدى. شو عم تقول؟ اهدى ولا ما اهدى؟ ها قال لي اهدى، بدري ما اهدى. مهم ما لنا بهالقصة. هو اصلا يا جماعة انه هذا 2004. هو قديش بيكون مواليده اساسا؟ 1999.9. هو 2000 عم ينتهي ل 2000. يقبرني ربك شو ذكي. ولا لا اخذ الذكاء. ها قل له لا، اذا عنتور نطق يخرب بيتك شو جوزتين بخرج. ها قل له. واي مواليد 2002 بهدلك. ها انبسط يا 999.9. شو حبي؟ خصم انت؟ يعني انت مواليدك خصم، عرفت؟ الخصم 95%، 99%. تكون مواليدك 1999.9 ومو 2000. الصبر جميل. اي والله. انا مرتبط مع عنتور، صح ولا لا يا عنتور؟ ها مرتبط مع عنتور انا، هذا برد علي. لك لا والله مالي معصب، بس بسلوا. هلا قبل كنت عصب صراحة. اول اشي كنت اول ما اشوف هيك انه اتضايق انه العالم ليك عم يحكوا علي، ما عملت شي. بس مع الوقت صرت افهم. لو فتح لك صفحة انستغرام تسرب لهم اغاني ولا عنتور؟ قال ايه؟
ها؟ شو؟ لازم نعمل عرس يمتد 2 على الإنجاز اللي الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدرنا نصنعه ونعمل فرق فيه. فنان سوري دمشقي أو ابن بلاد الشام عمره 22 سنة اليوم هو النمبر 1 على قوائم بيلبورد أرابيا. هذا الشيء كتير مفرح. مفرح ولا مو مفرح يا عنتور؟ ها؟ مفرح. طب افرح لابن بلدك. لك افرح مو لابن بلدك يا أخي، افرح لابن جيلك. جيلك عم يصنع شيء بوقت فيه حروب وفي أزمات اقتصادية عالمية وأزمات سياسية بالأقليم كلياته والمنطقة. انبسط. عم بعطيك سبب لتاخد أمل نشوف هالبني آدم اللي كان جاي من مكان كتير صعب الحمد لله رب العالمين حقق شيء كتير حلو. انبسط، افتخر، قول أنا كمان بدي أعمل. ما تقول هذا عمل لأنه واحد دعمه ولا هذا عمل لأنه هيك. ما تفشل الآخرين وما تحط فشلك على الآخرين. تحفز. أنا كمان هيك شوي هلا عصبت بس بدنا نروق عنتور، نروق عليهم. يشهد الله يشهد الله إذا كان نجاحي 10% مبهر ف100% مبهر لإلي. 10% مبهر إلكم ف100% مبهر لإلي. والله العظيم لما بروح على سوري سمعانيني؟ بعدكم سمعانيني؟ يشهد الله لما بروح على بلاد بعيدة عن بلادي آلاف الكيلومترات وبلاقي في إلي محبين، والله العظيم بنبسط قد الدنيا. ولما بشوف فنان من بلدي أو شخص مؤثر من بلدي بيكون بعيد عن بلده، ومو بس من بلدي من جيلي، بيكون صانع قصة وصانع حلم وصانع أمل، وبشوفه بعيد عن بلاده وعن منطقته آلاف الكيلومترات والناس عم تجي عليه بتحبه، والله العظيم بنبهر وبنبسط له وبنبسط لإلي لأنه هذا الشيء مبهر. لأنه فكرة الحب الغير مشروط اللي انتو بتقدموا لي اياها هي فكرة كتير عميقة كتير فظيعة. شو يعني حدا بيحبك لولا سبب لأنك بتعبر عنه بموسيقى؟ شو يعني؟ شو هالفكرة الفظيعة؟ شو يعني بروح على بلد كتير بعيدة عن بلدي أو عن محل ما أنا عايش وبلاقي ناس بيحبوني وأنا ما بعرفهم بس هن بيعرفوني؟ قديه فكرة فظيعة هاي. قديه فكرة حلوة لما أقول بهاي الأماكن وبهذا المكان أنا من هذا الجيل، أنا من هاي البلد، أنا من هذا المكان، أنا هي قصتي، أنا هي حكايتي، أنا عملت، أنا قدرت. فلازم أنت تكون مبسوط لما نحن بهاي الأعمار عم نصنع شي حلو. شو من كان يا عمي، أنت بشو من كان أنت ناجح، أنت ناجح. وأكيد بنبسط وأكيد حكفي. بفتح على الانستغرام، بفتح على فيسبوك، بفتح على تيك توك، بلاقي آلاف مؤلفة من الناس حاطين صوري وكاتبين اسمي بيقولوا انه بيحبوني وما بعرف ليه. بس لانه بيحبوني، لانه بعمل موسيقى بيحبوها وبتعبر عنهم هن كجيل. صح ولا لا يا عنتور؟ عنتور شي بيطلع بيقول من بلدي ارقامك فيك، شي بيطلع بيقول من بلدي سارق مدري شو. لك شو صار لكم؟ لك شو صار لكم؟ لك تبعكم انا ولا؟ لك انبسطوا. لك اقسم بالله عشت عمري بفتخر فيكم، مين ما كنت. ما بفكر ولا يعنيني، ولكن اشياء بتفكر فيها هيك عميقة بينك وبين حالك. انا الحمد لله انه هو عم يحكي، هو قاعد ببيته عم بيكتب لي كومنت ايا كان انا وين وهو وين،
انا الحمد لله ناجح بحياتي وعامل شيء الي ولنفسي ولعائلتي ورافع اسمي واسم بلدي واسم منطقتي واسم جيلي وعم بعمل الشيء اللي انا بحبه نهاية. انا مش متأثر بس بزعل على الافكار، لانه حلو تفكر بإيجابية بالناس. انا عم حاول افتح الجيستات وصلوا ساعة بس ما بيفتحوا. شو شعورك نحن بنسمع اللي بداخلك؟ انتوا بتسمعوا موسيقتي وانتوا بتسمعوني بكل حالاتي. لما بيجي بيخطر على بالي اكتب لكم شي على تويتر او على انستغرام او بالحفلات او بالموسيقى او باي شيء، وبكفيني انه انتوا ومنكن قلال. انتوا صرتوا هلا مئات الملايين اللي عم تفهموا وتحبوا هذا الشيء، وهي هذا الشيء ما لازم حدا يفتخر لما يقول انا ما فهمت. اذا فيك مشكلة اذا انت ما فهمت. لما بتقول الجيل الاصغر مني فاهم وانا ما فهمت، فيك مشكلة. انت راجع حالك، تعمق بالموسيقى، افهمها. ما تقول كيف عم يفهموها وتزموا للناس، لانه في مئات الملايين عم تفهم هاي الموسيقى وعم بتحبها وبتتعلق فيها وعم تغنيها كل يوم. انت اللي فيك مشكلة، ما تركب عيوبك على حدا. اذا منك ملاحق الموسيقى العالمية وشو عم بصير بالدنيا كلياتها والناس برا شو عم تشتغل، ما تيجي تقول هدول الناس شو عم بيسمعوا وكيف عم يسمعوا او كيف عم يفهموا. وبيوم من الايام انا متأكد حنكبر مع بعض وحنكون بمحل كتير 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 حلو كلياتنا. رسبت شو بتهدين لاني رسبت. يا مش بحبكم، يا مش بحبكم لما في الصبح وبقرا مسجاتكم الحلوة ولطافتكم وهبلكم. يا الله شو بتجننوا انتو. حبيبي يا شيف، حبيبي انت. انا بفتخر بكل حدا هيك عم يدعم ويوقف بهذا الوقت. وانت كمان وقف معي بالوقت اللي انا معزول بالبيت، لانه ما حدا عم يوقف معي. لا والله في ناس توقف معي، بس عن طور بطل ابطال، عن طور بطل كسر لي عزلتي. قد ما بقعد بالبيت خلص انا معي عن طور، مكتفي، ما بدي شي من الدنيا، معي عن طور. شو عن طور؟ قررنا دوالي. قررنا دوالي. هلا باذن الله عنا بكل يعني بكل القارات تقريبا، يعني ما عدا الصين يمكن ما عنا حفله فيها. الحمد لله رب العالمين. عنا بامريكا وعنا باستراليا وعنا باوروبا وعنا بالشرق الاوسط بكل مكان يعني. الحمد لله رب العالمين. مثل ما وعدتكم انه حنلف العالم مع بعض ونلتقى بكل مكان. هاي السنه خصصتها لحقق هذا الوعد. بس ولا عبود شكله عن ساحب عن المغرب. يقبرني رب المغرب، كان بغيك بزاف وحبه حنان. لا مش ساحب والله. هلا ما بعرف شو الاول، مصر او ليبيا او لبنان او المانيا يمكن، ما بعرف شو الاول، بس الاكيد انه كلهم حزورهم وكلهم حنعمل حفلات حلوه فيهم. هلا انت ما خبرتني عن تور، جيب لك ضرة ولا لا؟ ضرة، بدك ضرة ولا؟ شو ها شو ليه بحبوك هيك؟ ما انا بحبك؟ طب ما تعض، طب ما تقن عن، طب بس خليني اخذ بوسة ايد، بوسة ايد، ما بأذي والله ما بأذي. تحقير. عض، يلا عض، يلا عض وما حاحكي شي. دخل الله انا.
عنتور الشرس، شفتوا قد ايه شكله لطيف وقد ما بيأذي حدا، بس اذا حدا تعرض له مأذي. بذكرني بحدا. سؤال، نحن بدنا نشوفك ولا نشوف عنتور؟ انا بحس بدكم تشوفوا عنتور صراحة. هيك عم تسألي لي فانزاتي ولا حرامي؟ بس إذا هم فتحت معكم هيك صار لي فترة معزول هيك شو اسمه، حسيت اني اشتقت لكم كتير وما حبيت اخبركم فخبرتكم امبارح. المهم انا اللي فتحت اقوله انه عنا كتير اشي حلوة جاي. انا مبسوط انتو وين حاطيني بالمحل اللي انا فيه الحمد لله. واكتر شي بيبهرني اللي كنت عموله قبل شوي انه كتير فكرة عظيمة وكبيرة بالدنيا انه تكون في هالقد ناس بتحبك انت مو بتعرفها بس هي بتعرفك وهي بتحبك وهي بتفكر فيك وهي بتقدم لك وهي بتدعمك وهي بتساعدك. هاد شي كتير كبير وانا ممنون له للأبد. حضل ممنون لكم وحبوا حنان وبحبكم وبضلكم بخير وبنلتقى عما قريب بأي بلد انتو بتكونوا فيه. بحبكم حب حنان.